وطي وطي. تخيل الله ينظر إليك، الله ينظر إليك. تفضل يا شيخ. الله ينظر إليك وأنت مشغل غناء، صح ولا لا؟ لا أنا مشغل أغنية وطنية لفلسطين. حتى لو كانت لفلسطين فيها لا غناء. يا شيخ، هذه أرض إحنا ولازم إحنا إذا ما حررناهاش بإيدينا. هذه الأغاني أنا أخذوني علشان ذبحوني من القتل، فاهم علي؟ بدي أضل أحط أغاني عبين ما أموت أغاني وطنية. هسا الذي يحرر فلسطين الغناء ولا الذي يحرر فلسطين رجال يعرفون شو الله؟ بحر العدو الإسرائيلي؟ شو اللي بحره؟ دقيقة رد علي للأخير الآن. النبي صدق. صلى الله عليه وسلم لما بدأ بتحرير وفتح البلدان حررها بالغناء ولا حررها برجال يعرفون الله؟ بعقول الله. أحسنت. إذا إحنا لما نيجي نحرر فلسطين لا نحررها بالغناء. صلاح الدين الأيوبي لما حرر فلسطين مر على رجل يقرأ القرآن، ولما مر عليه قال صلاح الدين كلمة جميلة، قال: من ها هنا يأتي النصر. النصر يأتي ليس بالغناء والأناشيد، النصر يأتي بقراءة القرآن والمحافظة على الصلاة والإقبال على الله. إذا قرأنا القرآن في كلهم بشردوه. الله جل جلاله هو الذي يسمعك. أنو أحسن، الله يسمعك ولا الناس تسمعك؟ الله أحسن بكل الدنيا. إذا أنت لما تشغل هذه الأمور إذا خليها لله وليس لأجل الناس، صح؟ طب ما هو يا شيخ مش صالح بإيدنا بإيش، شو بدنا نعمل؟ الله جل جلاله قال للنبي وقال لنا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ شو ربنا قال: ألا إن نصر الله قريب. فالله يدبر الأمر ويعطينا هذا الأمر، لكن نحن قوم نستعجل. بإذن الله يأتي النصر، وبإذن الله وعدنا بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينطق الحجر وينطق الشجر فيقول ورائي يهودي تعال فاقتله. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي. كل كلامك 100%. ليش انتم متزول السفاره الاسرائيليه في الاردن؟ طيب الان في مجال نعرف من اي بلده انت؟ انا من فلسطين ومن مدينه الخليل. طيب وانا من فلسطين برضه. حياك الله، بس ساكن في الاردن. طيب انا ساكن في الاردن، تمام. انا ساكن في الاردن، تمام. وانت فلسطيني. الان انا بدي اقول لك شغله واحده، انت فلسطيني صح؟ نعم. وأنا أردني، وكلنا دولة واحدة بإذن الله، وكل الشعوب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. أنت لما تيجي تقول لي شيل السفارة الإسرائيلية كأنك الله يجزيك الخير، الله يجزيك الخير، من غير عصبية، 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 إنك قطعتني من غير عصبية، من غير عصبية. دقيقة شوي من غير عصبية، من غير عصبية، شوي. الله يرضى عليك، أنت قطعتني قبل شوي يعني وأنا بتكلم قطعتني، وغير هيك معصب، من غير عصبية يا أخونا، الله يرضى عليك. الآن بين قوسين أنت لما تقول لي شيل الدولة خلينا نحكي لا نعترف بها دولة أصلا، إسرائيل، تقول لي شيل إسرائيل وبطيخ. طب ما أنت معي ولا أنت تفرق بين الدول؟ يعني أنا بدي أعرف الآن كلمتك، هذه الكلمة التي تريد أن تلطقها الآن، هل تريد أن تفرق الدول؟ يعني أنت مثلا مش عربي مثلي مثلك، أنت مش مسلم مثلي مثلك، أنت بين قوسين مش مثلي مثلك مقبل على الله جل جلاله. يعني أنت تريد تفريق هذه الأمة ولا تريد أن نتكاتف بإذن الله لنكون من هؤلاء الذين يحررون فلسطين؟ إحنا إذا ما حكيناش ظهرنا في إيدينا ما بنفع إلا إحنا. تقوليش لا تقول لي خلافة ولا تقول لي مش عارف أنا لا أريد كلام عتيق. إحنا اليوم كلام جديد. طيب أنا لا أريد. هاي انت حكيت، بدك تجيب الجار وتقعد تحك لك؟ لا، واحنا ارض فلسطين هنا، اذا ما دفعتش وحكيت عن ارضك بدها تروح ارضك. طيب بدي احكي لك شغله واحده من غير يعني مبالغه، بتصلي الفجر في المسجد؟ لا بصلي والله في الدار. من خان حي على الصلاه خان حي على الجهاد. شكرا لك. خليك كمل. انتهت القضيه.